في قرية صغيرة اسمها هاليمورا. كانت الناس بتعيش حياة بسيطة وسط الطبيعة، لكنهم كانوا دايما بيخافوا من أي حاجة مش مفهومة. وكان في شاب اسمه رافين، عاش طول عمره في طرف القرية لوحده بعد ما مات أبوه وأمه. أمه كانت ست غريبة شوية، بتتكلم مع الطيور وتزرع أعشاب ملهاش ريحة، فسموها ساحرة. ومن ساعتها بقى الولد ابن الساحرة. رغم إنه كان طيب وبيحب يساعد، الناس عمرهم ما ائتمنوه. كانوا كل شوية يلمحوله إنه مش زينا، وكل ما يحصل مصيبة حتى لو بسيطة يقولوا أكيد رافين وراه حاجة. لحد ما في يوم بدأت تحصل حاجات غريبة. أطفال القرية بدأوا يمرضوا فجأة. شيخ القرية قال بصوت عالي قدام الناس: اللعنة رجعت، والسبب أكيد واضح، رافين. ومن غير دليل ومن غير رحمة راحوا على كوخه، شدوه من هدومه، ضربوه وولعوا في بيته، ورموه في الغابة وهو بينزف. محدش سأل نفسه هو ممكن يكون بريء. لكن الغابة ما كانتش مكان فاضي، لا، الغابة كانت بتخبي أسرار كبيرة. رافين وهو بيمشي وهو نص ميت لقى كهف ضلمة، جواه بوابة غريبة كأنها من الضباب. دخل ولقى نفسه في مكان ما يتوصفش، مكتبة قديمة جواها كتب سحرية وكائنات غريبة بتتكلم من غير ما تفتح بقها. كل ده كان اسمه مكتبة أرواح الغابة. المكان ده بيظهر بس للي اتظلم واترمت عليه تهمة مش بتاعته. وهناك اتعلم رافين حاجات كتير. عرف يعني ايه قوة الظل، وازاي يسيطر على الريح، وازاي يسمع كلام الأشجار. ورغم ان قلبه كان مليان غضب، ما فكرش في الانتقام في الأول، لحد ما بدأ يحلم بكوخ أمه وهو بيتحرق، وبصوت الناس وهم بيضحكوا عليه. رجع بعد 3 سنين، بس كان راجع بشخصية تانية، لابس عباءة سودة، صوته هادي بس مرهب، ونظرة عينه تخوف أي بني آدم. وفي أول ليلة من رجوعه القرية غرقت في ضلمة غريبة. الشمس ما طلعتش، الناس بدأت تسمع صوت الرياح بتنادي باسمه. بدأت الحاجات تحصل. شيخ القرية بيته ولع فجأة، اللي اتهموه ولادهم مرضوا بنفس المرض اللي اتهموه بيه. كل واحد ظلم رافين حصل له نفس الظلم بالظبط بس بالعكس. وفي وسط ساحة القرية وقف رافين وقال بصوت هادي: أنا ما كنتش وحش، انتوا اللي صنعتوا الوحش. وبعدها لف وبدأ يمشي واختفى، لا حد شافه تاني ولا حد سمع عنه. بس من يومها كل طفل بيتولد في القرية بيتحكاله عن ظل الغابة، اللي بيظهر بس لما الطيبين يتظلموا.